الفيديو ده ممكن تاخدي منه وصفات كتير قوي لرمضان وعزومات. يعني لما تكوني محتارة تعملي ايه في عزومات او مثلا في رمضان، هتلاقي في الفيديو ده كذا وصفة، مش 2 ولا 3، لا يعني اكتر من 6 7 وصفات. هنا عملت التخديعة او التسبيكة بتاعة المحاشي، عملتها معاكم كتير جدا. اهم حاجة زودي فيها كمية البصل الغالي اللي هو اليومين دول، بس صراحة بيسكر المحشي، وكده كده مش بنعمله الا ايه، يعني كل فترة، فلازم بقى نظبطه. هنا لقيت حلة التسبيكة كتير قوي على الحلة، نقصتها تمام. سبكتها تسبيكة، اهم حاجة سبكي التسبيكة بتاعت المحاشي صح جدا، ما تبقاش فيها ايه صيصة او لسه في قلبها مية. سبت كده بقى الخلطة تبرد معايا، وخرطت الخضرة وشطة كده سبايسي، مش حابة تحطي سبايسي حطي باردة او فلفل، تمام. طب تعالوا بقى يلا ايه نسلق الكرنب. الكرنب كنت حاطاه في التلاجة من بالليل، جايباه من الارض جنبنا، ما شاء الله جميل. وهنا بقى الحمام ده، اللقطة دي كنت من بالليل، اللي هو زي ما قلت لكم من بالليل محضرة الحاجة ونقعاها. بصوا الليمون الكبير ده يا بنات من الشجر بتاعي هنا، معرفش بقى بتسموه ليمون ايه، ولا رنج او لضال حاجة زي كده، في ناس بيسموه برضو يعني مش عارفة. المهم، تعالوا بقى نعمل الحشو بتاع الحمام. باعمله كده سكر، الحشو ده مستحيل اغيره، انا ماشيه عليه على طول. سمنه بلدي وزيت، وقطعت الكبد والقوانص بتاعه الحمام قطع صغيره، ومعايا حوالي 4 أو 5 بصلات كده ناعمين، معايا فلفل بارد وفلفل حامي، معايا هنا بهارات، بهارات محشي، بهارات 7 بهارات، بهارات لحمه، كزبره ده اساسي، وكمان فلفل اسمر وبابريكا، ومكعبين ماجي. وعايزه اقول لكم ان الماجي ده كان عندي والله يا بنات، انا عامله مقطعه. والملح، وكمان معلقتين او 3 من صويا صوص عشان يعزز لي اللون بتاع الخلطة، وكمان بشرة من جوز الطيب. وهنزل بالرز كده اشوح فيه شوية، وبعد كده هسقي نص تسقية للرز، يعني سقسقة حوالي كوباية كوباية او كوباية ونص مثلا على حسب كمية رز، اهم حاجة تسقسقيه يتشرب كده، ياخد نص تسوية مش اكتر. خلاص كده طفيت النار، واديته بقى فلفل كمان حامي، علشان احنا بنحب الحاجة السبايسي يعني، حتى المعزومين عندنا هو نصيبهم كده، انا بعمل حاجة سبايسي يا جماعة. خلاص كده. الحمام بقى كده قعدت، طبعا انا حشيت المحشي الاول تمام. خلصت كده، عملت بقى الحشو الحمام، انا بحشيه من تحت الصدر، بسلك كده الجلد كده من تحت الصدر واحشيه كده، اهم حاجه علشان الحمام ما يفرقعش منك في الميه، ويبقى حشو مظبوط، ما تتكيش عليه في الحشو قوي، بحبحيله لان الرز بيزيد. هنا الميه خلاص قلبت معايا، عود قرفه، حبهان، ورق لوري، بصلايه، جزرايه في قلب الشوربه. واسقطي الحمام على ظهره، اول ما الميه تقلب معاكي قلبه واحده، اسقطي الحمام كده على ظهره، ما تقلبوش ولا تيجي ناحيته غير بعد نص ساعه، نص ساعه على نار وسط. بعد نص ساعه هحط له الملح بتاعه، وبالظبط بياخد قد ايه اسماء معايا في التسويه، اي نوع حمام 40 دقيقه، تمام كده. 40 دقيقة يعني نص ساعة احط الملح، 10 دقايق ياخد غلوتين 3 في الملح، اطفي النار، انشله واحدة واحدة. الورق اللوري ده سوري، الورق اللي هو الفويل ده، في قلبه وركين وراك فراخ يعني، كنت فاتحاهم وحشيتهم كده حمام كداب لابني، لان ما بياكلش الحمام ده. تعالوا بقى اشربوا معايا قهوة، لازم اظبط الدنيا كده علشان اعرف اسجل لكم الفيديو، لاني والله ببقى طول اليوم اصلا مطحونة. بصوا انا هنا كنت عاملة كشري، بنتي اللي عاملاه مش انا بصراحة، اللي هو انا عارفة ان انا هقعد يومين كده في ترتيب العزومة، كانت عزومة ما شاء الله يعني جامدة، فلازم حاجة كده جنبي بحيث الأولاد جعانين ياكلوا، لأن طبعا يوم المحاشي والعزومة دي بتطول، لازم يبقى فيه غدا تاني احتياطي اللي هو حاجة بسيطة يعني. عملت كشري ورصيتين بني كده. هنا بقى حشيت كمان الممبار. هنا بقى الفراخ، طبعا انا كنت نقعاها وصفيتها ومخليها فله، عملت لها تتبيله اول اللي انتوا عارفينها، بصل بفرمه عادي ناعم او اخرطه على ايدي، وصويا صوص، وكمان فصين توم، وكمان بهار فراخ، وكمان علبة زبادي في قلبها، وخل وليمون وقرفة، قرفة دي لازم بقى، وشوية زيت حلوين، وتدعك البصل كل ده بالبهارات وايه، وتحشي كده الوراك او الفراخ نفسها، على طول بحطهم في الفرن على طول. ومعايا هنا لحمة، ده اللي هو العرقين التبريانكو، خرطتها كده خرط بالشكل ده، كانت جميلة، أحلى حتة في قطعية اللحمة التبريانكو والسمنة،
وكمان بيت الكلاوي، احلى حته بجد بيت الكلاوي كمان. طبعا بقى اللي هي الرق والرق اللي بيتسموها او الضلع دي جميله قوي برضو للناس اللي بيحبوا اللحمه يعني دسمه شويه. عملتها بقى في الجريل، اديتها تشويحه كده في معلقه سمنه، ورحت بقى ما فيش وقت بقى، وانا صراحه كنت ما اقولكوش على التعب اللي انا كنت فيه. رحت جايبه حله الضغط بحيث ادي للحمه صدمه واشقلها في حله الضغط. ما رضيتش اسلقها كده على طول، لازم تديها صدمه الاول تديكي تيست وطعم وشويه شوربه زي السكر. على طول بقى تديها تشويحه كده في مكان الصوص بتاعها او الزيت بتاعها، وتخلي النار عاليه اللي هو يا دوبك تغير لونها بس مش اكتر، وبتقفل المسام بتاع اللحمه. على طول بقى كده يلا جزرايه، بصلايه، ورق لوري، حبهان، عود قرفه كده صغير، ونحط الميه، اهم حاجه ميه سخنه، ونحط الملح كمان لان دي حاله ضغط، ونقفل عليها بالظبط نص ساعه وتلاقي اللحمه معاكي ملبن او اقل كمان. هنا بقى ايه، معلقتين سمنه حلوين بلدي كده، ونحط بقى الشوربه، ونهز كده الحله علشان الشوربه كده تنزل في قاع الحله وفي وسط المحشي كمان، علشان الناس اللي بتشتكي من تسويه المحشي لازم تهز الحله كده بحيث الشوربه توصل لجميع الرص من تحت. هنا بقى يا ولاد هعمل تسبيكه حلوه قوي للحمه، بصل، جزر، وفلفل مخرطاهم زي ما انتوا شايفين كده حلقات، والجزر بشرها، وعليهم كمان حبتين طماطم او 3. كل ده ايه، بعد ما بشوح البصل بالجزرايه بالفلفلايه تدبل كده بسيط، انزل بقطع الطماطم، واحط ملح وبهار لحمه وكزبره وفلفل اسمر، وكمان شويه من البابريكا علشان تعزز لي اللون، وهقلب كل ده مع بعض والملح. هزود كده كوبايه او كوبايتين من الشوربه او الميه السخنه لو مش عندك شوربه. اهدي النار تاخد غلوه واحده، تتسبك تبقى بالجمال ده بحيث الزيت اللي فيها يفصل او السمنه. انا شوحتهم في معلقه سمنه كبيره. خلاص كده اللحمه بتاعتي اتسلقت ونشلتها ومعايا فله مستويه كده، معايا سوى كهرمان مش مستحمله، وريحتها جميله والشوربه رايقه وجميله. هدخلها تحت الشوايه، بس انا شغال الشوايه من فوق بتاعه البوتاجاز اللي هو تاخد لون. انت عارفه بقى اما اكون عزومات رجاله بالذات بيحبوا الاكل النواشف شويه. هنا المحشي خلاص بصوا كبيته بقى كده، انا حطيت على فكره الصواني زي ما هي كده، وكمان الصينيه التانية بتنجان وكوسه بحيث بقى معاهم الاطباق يغرفوا لنفسهم على السفره. وعملت اطباق كده مخللات وشويه شيش طاووق بقى عامله لكم فيديو لوحده، والممبار حمرته يا بنتي بصراحه، اللي حمرت الممبار وسوت الشيش طاووق اللي هو فصلت قسما بربي، قعدت يومين في الفيديو ده يا بنات. يعني تعبت جدا. عايزه بقى لايك كتير، وتسلم ايدك يا سومه، اي حاجه اي كومنت حلو. عملت على فكره يا بنات صاج الجلاش ده، نسيت والله احطه في اللقطه. بألف هنا وشفا لكل اللي داق من الاكل ده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الله.